سلام ربنا مخلصنا يسوع المسيح لكل أحبائي المشاهدين. مرة ثانية عندي محبة لكل العرب وكل المسلمين وخاصة للعراقيين. كشخص مولود ببغداد وعشت أول 19 سنة من حياتي في بغداد. آم، طبعا رب أعطاني القابلية أنه أتعلم هواية أشياء. بس بعد خروجنا من العراق كلاجئ، الرب التقى بي وخلصني. وعرفني بمحبته عن طريق ابنه الوحيد يسوع المسيح. واليوم بدي أرجع مرة أخرى حتى أشارك ويا العراقيين، ويا خاصة المسلمين من العراق، وين ما كنتوا بالعراق بعدكم وبالدول الخارجية كلاجئين. حبيت أشارككم وياكم في شيء عن الإيمان المسيحي. آم، مثل ما قلنا أنه للأسف هواية تقريبا الأساسيات اللي موجودة في القرآن، في التعاليم الإسلامية عن المسيحية، مثل ما شوفتكم بالحلقة الأولى والثانية. كل الأساسيات غلط، وما ما تعبر ولا تشرح ولا تثبت الإيمان المسيحي من قبل مجيء الإسلام ومن بعده. هو إيمان واحد. طبعا أكو أفراق صغيرة، بس الأساسيات الحقيقية موجودة لحد الآن. وأي واحد يقدر يفتح الجوجل ويروح على المكتبة يجيب كتاب مقدس وتقرأ من سفر التكوين اللي هو أول كتاب من كتب التوراة إلى سفر رؤيا يوحنا اللي هو آخر الكتب الموجودة في الإنجيل. 66 كتاب. الشيء اللي حبيت أشارك وياكم اليوم به هو فالسؤال، يعني ما أتصور هواية مسيحيين حتى المسيحي ما يعرفون يجاوبوه. إذا شخص سأل المسيحي شلون صير مسيحي، هواي الناس تروح على الطقوس هي إنه تروح كنيسة تعترف على النية أن تؤمن بالمسيح وتتعمد، ويسوون فد طقس وطقسين وثلاثة وشوية تعليم راح يصير مسيحي. طبعا هذا كلام خطير. آم، ماكو واحد يقدر يسوي نفس المسيحي. إيش قد ما حبيت تكون مسيحي، هذا الشيء مو في إيدك أنت. حتى الناس اللي يعني تهاجم ناس مثلي، يعني كل الناس مسلمين ما يحبون المسيحيين يبشرون المسلمين، لأنه مع بالهم إحنا نريد يعني نسوي الدعوة للمسلم حتى يترك الإسلام ويصير مسيحي. هاي الفكرة كلش غلط. لأن المسيحي ما يقدر يسوي أي واحد ثاني مسيحي. مو رأيك أنت هو حتى تصير مسيحي. حتى تكون شخص مولود ولادة جديدة. هذا شيء إلهي، هذا شيء من ربنا. بس الرب الخالق يقدر يحول إنسان فاشل، إنسان مخطئ، إنسان كفار، إلى إنسان جديد، إنسان مولود بالروح القدس، إنسان مغفور إلى خطاياه. ويكون عنده الأمل الحقيقي الداخلي. يعني المسيح يعرف المسيح لأن روح الله فينا موجودة فينا، هو روح الله. يعني يخلينا نعترف بالإيمان ونتذكر الإيمان ونتذكر محبة الله إنه في كل وقت، خاصة في الأوقات الضيقة الصعبة. بس هو روح نفسه، يعني مثل ما يقول الكتاب المقدس، هو الروح نفسه يصرخ فينا ويقول نحن أولاد الله بالإيمان، بالمحبة، بالغفران عن طريق دم يسوع المسيح اللي مات من أجلنا إحنا الخطاة. حبيت اليوم أشارككم بهالفكرة وأريد أشارككم بأفكار جديدة. وأنا ما أعرف إذا أنتم سامعين هالكلام هذا من السابق. ما أصور أنتم سامعين، لأن ما شايف هواية مسيحيين مثلي يوصلون هالكلام للمسلمين، خاصة للعراقيين. مرات للأسف خاصة اليوم الوقت اللي احنا فيه بنشوف أشياء دا تصير محلوة بالدول الغربية. الناس ضاجة من الإسلام لأي سبب معين، ياخذ القرآن ويحرقه ويسوي وشوشة وتعصب ويعني يريد يسوي مشاكل، يريد يتحدى المسلمين بطريقة يعني يحرق القرآن وهالكلام هذا. كمسيحي، احنا المسيحيين ما عندنا يعني ما عندنا الفكرة هاي. هاي فكرة مو مالتنا. وخاصة يعني المسيحي نفسه، لما الواحد يجي يعني مثلا يعني حشاك، إذا أخذت كتاب مقدس وحركته، هذا في شيء بينك وبين الله. يعني أنا أنصحك أن لا تسوي هذا الكلام، لا تسوي هذا الشيء. بس ما راح
يعني أصير عصبي وحشاك أذيك وهالكلام السخيف هذا يعني. بس نشوف الإسلام، أي واحد إذا غلط على الإسلام يعني وقال في شيء ما حلو ضد ضد القرآن وضد النبي محمد، الدنيا تنقلب، يعني تنقلب انقلاب في شيء عجيب يعني. فحبيت أشوفكم الفرق بين ربنا ما خلصنا يسوع المسيح اللي هو إله كامل وإنسان كامل، إله كامل وإنسان كامل متوحد، في شخص ربنا ما خلصنا يسوع المسيح. شلون هو ما كان يعتبر نفسه أي شيء، كان كلش متواضع يعني في شيء عظيم. إذا حقا هو إله كامل، لما تعرف بالطريقة هاي كأنه إله كامل، راح تشوف التواضع ما تواضع فظيع يعني، كلش كلش قوي تواضع. وحبيت أذكركم بالكلام القرآن نفسه، لأن أنتم كمسلمين تؤمنون بالقرآن. القرآن مثلا يقول في واحدة من آياتكم، خليني أشارك وياكم بالشاشة حتى نشوف ايش دا أقرأ. آم، اوكي، مثل ما تشوف بالآية هاي يقول: وأتل ما أوحى إليك من كتابك، من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يعني حتى إلهكم بالقرآن ده يقول روح على أهل الكتاب وشوف شنو الشيء المكشوف للمسيحي أو اليهودي عن الإيمان. أوكي، عن الإيمان. فإذا أنت تطبق هذا الكلام راح تشوف للأسف أنه الإنجيل، الإنجيل والتوراة ما توافق ويا كلام القرآن يعني. يعني كلام خاصة النبي محمد، لأن النبي محمد لما يوصف المسيحية، لما دا يوصف إله التوراة وإله الإنجيل، دا يوصف فد إله غريب عجيب ما موجود. وأشياء تصير يعني أشياء اللي إله الإسلام أعطاها كسلطان وكحرية للمسلم وخاصة للنبي أن يسويه، هي أشياء بصراحة يعني مو إلهية، ما بها رحمة ما بها محبة. فمرة ثانية، هاي آية من آيات القرآن، أوكي، من سورة الكهف، سورة 18 والعدد 27. بس بالإنجيل شو يقول؟ هاي من إنجيل مرقس الإصحاح العاشر، عدد 45. يقول: لأن ابن الإنسان، هذا ابن الإنسان مصطلح مستعمل للمسيح أو يسوع المسيح، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم. يعني هذا الإله المتجسد لا، ما يجي حتى يكون هو البوس، هو يكون مسؤول والناس تخدمه، هو الملك كل الناس تخدمه، لا، يجي حتى يبذل نفسه فدية عن كثيرين. اوكي، هذا هو الفرق. رأسنا هنشوف، راح نشوف أشياء ثانية جديدة. ربنا يسوع المسيح يقول في إنجيل إنجيل متى إصحاح 12 من عدد 30، يقول: من ليس معي فهو علي، يعني ضده. من هو معي هو يسوع المسيح، من ليس معي يسوع المسيح فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان، مرة ثانية هذا يسوع المسيح، من قال كلمة على ابن الإنسان، كل خطية وتجديف على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. شنو الفرق بين الواحد يغلط على ابن الإنسان المسيح، وواحد يغلط على الروح القدس؟ شنو معنى يعني اللي كلمة من قال كلمة، يعني مو بس يعني قال في الكلمة، ما دا يجدف دا يخطئ. الفرق بسيط جدا. هو ربنا يسوع المسيح متواضع، يجي حتى يموت، حتى يعطي نفسه فدية لكل المؤمنين. ف ف فلما واحد ذاك الوقت إذا تقرأ هذا هذا الإصحاح نفسه، راح تشوف إنه من اليهود كان أكو كهناء. هذا الكهناء وقفوا ضد المسيح اللي هم منتظرين له، وقفوا وجدفوا على دعوة باسماء شياطين. يعني هم قالوا عن المسيح، من يسوع المسيح، انه مو هذا المسيح، هذا الشيطان دي يمثل المسيح، دي غلط الناس. فاستجابة يسوع المسيح في شيء عظيم، مو مثل استجابة نبيكم في الإسلام. خاصة بعد ما النبي الإسلام صار قوي، يعني صعد جماعة هواية من عصابة مثل ما يقولون للأسف، من قطع الطرق ومن البوق من القتل، صار هواية قوي، يعني صار يأذي الناس أكثر وأكثر. بس المسيح يقول: من ليس معي فهو علي، ولا يجب معي فهو يفرق. لذلك أقول لكن كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، مغفور الناس. هو المسيح نفسه إله متجسد قال للرومان اللي كانوا راح يصلبوه، قال: عندي سلطان وادعي ملائكة الله يعني يقدرون يخلصوا من الصليب. بس ما سوى هذا الشيء. ليش؟ لأن هو اجى حتى يموت كفدية للمؤمنين.
فيقول كل شيء مغفور، أي جدف أو خطية ضد المسيح نفسها مغفورة. لكن الجدف والتكفير والخطية ضد الروح القدس هنا راح تكون خطية. لمن روح الله تستعمل مثلا كإنسان مثلي، وتسمع هذا الكلام وبشخصك وداخلك تحس بأنه فالتأنيب روحي أنه هذا الكلام يجي كلام صحيح، بس أنت تقول لا هذا كلام شياطين وهذا كلام مو من الله، تكفر على روح الله تشتغل بداخلك. أنت تقول لك هذا كلام صحيح. ما عندك أنت أو أنت يا أختي أي خلاص إلا أن تؤمن بالمسيح اللي مات من أجلك، حتى خطاياك لا تكون محمولة على عنقك، على كتفك، بل هي محمولة على الصليب، على يسوع المسيح اللي مات من أجل أحبائه. فلما تسمع هذا الكلام وداخل في رب روح الله داخل تقول لك هذا كلام صحيح، اسمع آمن. بس تقول لا لا ولا وتكفر به وتقول هذا كلام شياطين وهذا كلام جدف وهذا كلام مو صحيح، هذا هو الكفر اللي ما راح ينغفر. ليش؟ لأن تنكر الطريقة الوحيدة للخلاص هو عن طريق يسوع المسيح، ماكو طريقة ثانية للخلاص. الطريقة الوحيدة للخلاص مثل ما يقول الكتاب المقدس بالإنجيل، شوفني هسه، ربنا يسوع المسيح يقول في إنجيل يوحنا من إصحاح 14 عدد 6، قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. هو وبس هو، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. فهم يسألوا من هو أنت؟ من هو الآب؟ يقول لك إذا شفتني أني ابن الله آمن بي راح أشوف الآب. هو بس الطريق، المسيح هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا عن طريق يسوع المسيح. فهذا الكلام يعني أعرف إنه المسلم صعب، فما أريد أجي يعني أذيكم وأسوي في الثقل عليكم، بس يعني لازم تتواجه ويا إيمانك، نتكلم عن أشياء أبدية. إذا أنت قررت أن الإسلام هو الطريقة الصحيحة، تسوي جهاد، تروح تأذي أي واحد يغلط على النبي محمد ويحرق قرآن مثلا، وهذا أشياء غلط. المفروض إحنا ما حد ما يغلط على أي واحد، ولا واحد يعني يأذي أي واحد بأي إيمان. بس راح تهاجم إذا المسلمين معلمين إنه يعلموك انه الجهاد راح تروح تحارب اي واحد ما يؤمن بالايمان الاسلامي، راح تأذي الناس وتأذي نفسك. وراح تنكر قوة الله للخلاص اللي هي بالنعمة بالمحبة، مو بالجهاد للقتل، بل بالنعمة والمحبة. ربنا يسوع المسيح يقول في إنجيل يوحنا من إصحاح 12، يقول وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه. شو الفرق؟ يعني بالإسلام يقول لك لا، لازم تروح ما يؤمن قتله، يعني حاربوهم. وسمع أحد كلامي ولم يؤمن به فأنا لا أدينه، لأن لم آتي لأدين العالم بل ليخلص العالم. من رذلني يعني هزأ ولم يقبل كلامي فله من يدينه. من هذا راح يدينه؟ الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. شلون؟ لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول بماذا أتكلم. شو هذا؟ هو ربنا مخلصنا يسوع المسيح كلمة الله الحي. مثل ما تعرفون أنتم المسلمين، المسيح هو كلمة الله الحي، فكلمة الله متجسد. يقول كلامي هو كلام الله، انا واله واحد، كلام الله. هو كما تجسد يقول انا ما اجي حتى اسوي مشيئتي، ده اجي حتى اسوي مشيئه الاب اللي ارسلني، ابوه اللي ارسله. لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول بماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه. كل واحد يؤمن بالمسيح عنده حياه ابديه، فما اتكلم انا به. فكما قال الاب هكذا اتكلم. بس يقول مره ثانيه ما يجي حتى يدين اي واحد، لم ياتي ليدين، لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. لما يجي مرة ثانية يوم الأخير، يوم النهاية، آخر يوم القيامة، ذاك اليوم راح يدين. لأن هو راح يجي مثل القاضي الصالح، the righteous judge، القاضي الصالح. راح يجي حتى كلامه اللي هو كلام الله نفسه راح يدين أي واحد ما آمن به وكره المسيح وتكلم كلام خطير ضد المسيح. ولأن هو مو كلام ضد المسيح، لكن كلام ضد الآب نفسه المخلص نفسه. فشيء ثاني، ربنا يسوع المسيح قال ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله. فلما اليهود كانوا يسألوا شو نسوي حتى نخلص، حتى يكون لهم جزء، حتى يكون لهم يعني نصيبا من ملكوت الله.
يسوع قال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمن بالذي هو أرسله. تؤمنون بالذي هو أرسله، من هو هذا؟ يسوع المسيح نفسه. أوكي. هنا من نقرأ من رسائل رسول بولس إلى المسيحيين في روما من إصحاح 5. يعني مثل ما قلت احنا المسيحيين ما نؤمن انه انا انسان زين وطيب من راح ادخل ملكوت الله، لا، لان الرب شو يقول؟ لانه ان كنا ونحن اعداءهم، اعداء من اعداء الله، قد صلحنا مع الله بموت ابنه. يعني حتى يكون مصالح مع الله، المسيح مات، هو ابن الله. فبما لأولى كثيرا ونحن صالح نخلص بحياته، بمعنى انه كإنسان أنا هسه مخلص بالإيمان، كل يوم راح يكون عندي صراع روحي جسدي مع هذا الجسد الموت. هذا الجسد راح يموت، لأن هذا الجسد أنا وارثه من آدم وحواء. بمعنى هذا الجسد عنده شهوات جسدية، عنده أفكار جسدية، وبه خطايا، من هيك راح يموت. بس أملي أنه بالحياة هاي راح أكون غالب، لأن المسيح حي، المسيح حقا حي، لأن هو مات من أجلي حتى أكون مغفور يوم القيامة لما أقوم. لأن هو رب يعني يقوم كل الناس الميتة، راح يخلص المؤمنين، يعطينا جسد جديد ما يغلط، نقدر نعيش بالإيمان مرة ثانية. بس شوف الإيمان المحبة الإلهية، لأنه إن كنا ونحن أعداءه، لأن كل واحد، كل شخص مولود من آدم وحواء بطبيعة الجسد أعداء الله. ولا واحد مولود بالجسد يكون كامل، ولا يقدر يكون كامل، لأن كل خطاة. إن كنا ونحن أعداء الله قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، لأن المسيح حي، هو حي أتم هسه. خليتكم أقرأكم مزمور. مثل ما تعرفون الصوب الإسلامي المزمور، كتاب مزمور يدعى الزبور. هذا كتاب الملك داود، أغلبيته الملك داود، مو كل الملك داود. فهو شوف الملك نفسه، الملك داود شو يقول؟ هذا المزمور 51، يعني 51، لإيمان المغنين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل على بثشيبة. بثشيبة هي امرأة كانت متزوجة. الملك داود قتل زوجها وأخذها إلى كزوجة. ليش؟ لأن اشتهاها بالعين. أوكي، فسوى خطيئة كبيرة. فالرب ما خلاه يعيش حياته يعني بلا أن يعني حاسبه. دزنا النبي اسمه نيثان، اوكي، وحاسب على الموضوع. تقدر تقرا، تاخذ العهد القديم وتقراها، القصه موجوده بالتفصيل ممل يعني. شو يقول الملك داود لما الله واجهه عن طريق النبي نايثان؟ يقول الملك داود: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، امحو معاصية. اغسلني كثيرا من أثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيئتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تبرر أنت في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورته، يعني هو محصوب لما أبوه وأمه جو زوج ومرأة وسووا الطفل، يقول هذا انا بالاثم المصوري، مو يعني انا ابوه وامه مسويين في شيء خطيه، بس كاي انسان مولود حسب الجسد، مولود بطبيعه ادم وحواء الخاطئه. كنا عصاة، كنا مثل ما نقول اعداء الله بالطبيعه. يقول ها انا بالاثم صورته والخطيئه حبلت بي امي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ها قد سررت انت الله بالحق في الباطن، ففي السريره تعرفني حكمتك. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اسمعني اسمعني عفوا سرورا وفرحا، فتبتهج عظام من سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وأمحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا هو الميلاد الجديد، الميلاد الجديد لما ربي يغيرنا من جوا. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، اللي هو روح الله نفسه. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. وروحك مستقيما جدد في داخلي، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي ببهجة وخلاصك، وبروحي منتدبة بروحي منتدبة أعضدني، ساعدني يا رب. مثل ما نشوف انه الهنا اله محبة، اله يحب يخلص،
الخلاص هو عن طريق الإيمان بربنا مخلصنا يسوع المسيح اللي عاش حياة كاملة من بدالنا ومات من بدالنا. فأي واحد تسمع الكلام وروحك تتأنب، يعني تحس بالذنب، للضوج، وجه روحك وقلبك وكلامك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويسوع المسيح، إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، إله وأب وربنا مخلصنا يسوع المسيح، واطلب منه الغفران. وهسه حتى تفتهم من شلون الله الخالق يقدر يكون اليوم أبوك حتى أو أبوكي يا أختي، حتى تكونوا أنتم مولودين ولادة جديدة مغفورين بدم يسوع المسيح، ويعطيكم روح القدس اللي هو وعده، حتى يكون عندكم أمل حقيقي بالقيامة، إنه أنتم مخلصين بالنعمة ومو بالأعمال ولا بالإيمان بأشياء ما حلوة. فربي يبارككم، ربي يخلصكم، ربي يستعمل هذا الشيء لفائدتكم أنتم. رب معكم، آمين.